أهلين ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم بديته لكم هكا بالذوبان بالعاني باش نشهيكم. اليوم راح ندير لكم ديليس نوات كوكو والبيستاش بواحد الطريقه شويه بزاف مغايره. دمجت بين التقليدي والعصري. راح نحضر مخبز نوات كوكو واللوز كما تقدروا ديروا غير مخبز اللوز، يعني عادي جدا. درت 3 كيلات 2 كيلات نوات كوكو ومع كيلة لوز مع نصف كيلو سكر. اول حاجه انا رحيت نوات كوكو مع الاول وحده، من بعد زدت رحيته مع السكر، يعني رحيته 2 مرات. على بها الربع مع الاول كان فيه نوات كوكو لانه رحيته 2 مرات. ملعقه صغيره زبده، ملعقه صغيره عسل، و مبشور القارص. لهنا راح ما نديروش كميه كبيره من مبشور القارص عكس واش كنا نديرو في المخبز العادي. من بعد راح نضيف لافاني، ونبدا نضيف بالصفار. انا دائما في المخبز نضيف 2 صفار بيض باش نضيف الحبه الكامله، وكل واحد كيفاش يدير المخبز تاعو، يعني اكيد كاين اختلاف في الطرق. انا نوري لكم طريقتي وانتم لكم الاختيار. الا هنايا كي نشوفوها ولات طريه نحبسو ونخلوها ندخلوها تريح في الفريجيدار، تريح تزيد تتعسل كثر يذوب السكر. كاينه حاجه اذا عاودتو جبدتوها لقيتوها يابسه اكيد ضيفوا لها البيض، لكن كي تخلطوه باش تضيفوه بشويه. انا لهنا خليتها تريح. من بعد يعني لازم تتاكدوا، شوفوا سورتو تاع نوات كوكو انا كي ضفت له اللوز صافي ما خافوش، لكن شوفوا لازم ديروا هذه اللابول و ما تشققش. لهنا راح نضيف نحضروا الشربات راح نحتاجوا الى كاس سكر و2 كيسان ماء نديروها طيب كي 10 دقائق نطفوا عليها ونخلوها تبرد. انا يا بعد ما طيبت المخبز طيبوه حمر، انا للاسف يعني صراحه الواحد ما يكذبش خليته حمر زياده، وهذه خطأ. لازم تطيبوه يحمر غير شويه على جال راح يعاود يتقلى. ندخلو في الشربات ثم هكا، ما تكثروش من الشربات يعود يتفتت لكم، فهمتوا؟ كي تقلوه يتفتت كي نكثروا. راني نحكي لكم انا على التجربه تاعي، الاشياء اللي انا يعني كيما هذه خليتها بزاف في الشربات الاخر تفتت. لازم تاخذوا حذركم في هذه النقطه. انا نقول لكم كامل الحاجه اللي مليحه والحاجه اللي ما لازمش ديروها. لهنا رحت قليت المخبز ايوا دخلت دوزت له شيكولا لا تقليته ندبت له بيان. المهم لهنا لازم تاخذ هكا لون احمر كيما هذه، ما لازمش تكثروا لها بزاف. وكما قلت لكم هذوك اللي انايا دخلتهم بزاف في الشربات شو هكا تقسموا، لذلك انا ما ننصحكمش تخلوهم في الشربات بزاف، نخلوهم يبردوا على جانب. من بعد نروحوا نديروا الشيكولا، نديروا هكا طبقه خفيفه. المهم تشد روحها فقط، فهمتوا كيفاش؟ ما تتكسر لكمش وما تخلوش في الوسط بزاف باش ما تجيش خشينه ثانيك. هذه الوصفه صراحه روعه. لهنا جبتهم، لهنا كانت مازال ما نشفتش، اذا جبت غير هذيك كي عاود دخلتها نشفت عاود جبتها عادي. لهنا الحاله ديجا بدات ترجع بالبيستاش. درت حشو البيستاش صراحه اول مره نستعمله. ودرت توفيا. شوفوا توفيا او اي كراميل، الكراميل لازم الذوق تاعو ما يكونش هذاك القاصح كيما الكابريز ولا راح تطغى. وحنا البيستاش حاجه اللي شغل تزيدي لها حاجه ما توليش تبان. هاوليك البيستاش اللي الاخر لاباط تاع البيستاش اللي استعملتها. والله يعني انايا نستعرف بحاجه لقيت روحي استعملت غير شويه بيستاش لقيت روحي مع مرا كاع كارثه وخلاص. الربة تاعي الاخر كلش. لهنايا هكا لصقوهم بعد ما برد المخبز اللي قليناه. نحكموا الشوكولا. شوفوا الشوكولا كانت بقات لي غير شويه. شيكولا تكون بارده
نضيفوا لها مغرف زيت وتكون بارده. شفتوا شحال بقات لي وما حشمتش ودرت بها فيديو. ولا غير دائما نحب نجيب لكم حاجه اللي تكون جديده بنينه. شوفوا هذا، شفتوا هذيك لاكوش المقلي شغل تقرمش. كاين تنوع في هذا الكاطو والله صدقوني لي ذاق كحس باللي كاين واحد التنوع رهيب. يعني هذاك الذوق تاع النواه كوكو واللوز المقلي. هيا بعد ما شدت روحها واش درت لها خطوط فقط هكا زيكزاك وشبحتها بالبيستاش. لهنا كي تكونوا تخدموا بالشيكولا حتى تخلص الخلطه تاع الشيكولا باش تنحو كلش. يعني انا كلاصيتهم نحيتهم كانوا جمدوا ليه نحيتهم وعاودت كي كملت كلش باش نحيت ديباراسيت الحاله. لهنا يعني راني نشوف الكارثه تاع البيستاش ما فقتلهاش. هاني قسمت لكم حبه قدامكم، خليتها بردت شويه وعلاش باش يبقاو الطبقات باينين. هذا هو التفلسيف بعينه. هكاكم ما بانوش. هاني فتحت جبو. هاي الكادي اللي هنا كانت باينه. او ماي جاد. لهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. الى اللقاء وتجربوا هذا الديليس.